طوال تشجيع للكرة في مصر واحنا دايما عندنا مشاكل زي لعيبه ما بتعرفش تلعب كوره والوسايط ومدربين على الله خالص، لكن سبحان الله يا اخي اللي بيهون عليك كل ده هم المعلقين. فانا النهارده جاي ادي المعلقين حقهم واتكلم عنهم، وزي ما الذوق الموسيقي بيتغير بالزمن التعليق كمان بيتغير بالزمن. فشايك او قهوتك واشرب ميه عشان صحتك ويلا بينا نبدا. ليه اخترت التعليق المصري بالذات؟ عشان انا مصري طبعا، بديله التحية الوحش. وعشان بصراحه هتكلم يعني عن التعليق الانجليزي اللي هو حرفيا بدون مشاعر. بقول له بره انطر قبلكاش. زي يعني معلش لو دخلتك في حياتي الشخصيه، يعني هنرجع بالزمن كتير لايام الكابتن لطيف، واللي لو ما تعرفش هو كان لعيب كوره اصلا، وكان لعيب في الزمالك واحترف في رينجرز الاسكتلندي، ولعب مع منتخب مصر في كاس العالم سنه 1934. وبعد ما اعتزل بقى حكم لحد ما بقى حكم دولي، وبعدها ساب التحكيم وبقى هو اول من دخل التعليق للكره المصريه. وتعليقه كان سيمبل بسيط جدا، يعني مثلا في مره مصر كانت بتلعب الجزائر ومصر كانت كاسبه الجزائر، فلعيبه الجزائر استفزت لعيبه منتخب مصر فعشان يبوظوا الماتش وكده، فلو معلق تاني هيقول لك منظر بشع ما نحبش نشوفه، منظر وحش، احنا اخوه مش عايزين، ما نحبش المشاهد اللي نشوفها في الملاعب. لكن ده كان تعليق كابتن لطيف. قلنا لهم ان هنبوظ الماتش ليه؟ هم عاوزين يبوظوا الماتش يا عبطه، يا عبطه عاوزين يبوظوا الماتش. وعامة انت بتستفزنا حاليا انك ولا عملت لايك ولا سبسكرايب. بهزر معاك، انت براحتك يا عم، انت براحتك. انت انضف وانت انضف يا اختي. وكان على فكره هو كريتيف، يعني مثلا لازمه مدحت شلبي اللي هو يخرب عقلك يا راجل دي بتاعت الكابتن لطيف اصلا. دورش يمشي يريح الماتش يخرب عقلك. وفي بعض الجمل اللي موجوده لحد دلوقتي بتتقال زي الكوره جوال، الجايات اكتر من الرايحات، الجون بيجي في ثانيه، الجو النهارده جو كوره. الكابتن لطيف كمان كان مشهور في السينما زي فيلم غريب في بيتي، وحتى لما سمير غانم قلده في فيلم الزواج على الطريقه الحديثه. دلوقتي يجي واحد من الجمهور يسألني ويقول لي الكرة فين؟ ده سؤال لطيف، أنا أحب جدا اللي يسألني. وعشان كده هو بيلقب بشيخ المعلقين. المعلقين دلوقتي بيحسسوا على كلامهم عشان خاطر الجمهور ومحدش يقلب عليهم، لكن مثلا زمان في معلق اسمه علي زوار، والخطيب ساعتها كان في عز نجوميته، لكن عمل غلط عادي لانه لعب كوره، يعني طبيعي يغلط. بص علي زوار قال ايه. الخطيب بيحب يتفلسف، اتخذت منه وترقص، وخلى جمال عبد الحميد يترقص كمان، وادي يترقص كمان ربيع ياسين. كل ده كله سببه ايه؟ الفزلكه والحزلكه والفلسفه زياده عن اللزوم. لكن برضه شوف لما الخطيب بيعمل ماتش حلو علي زوار بيقول ايه. تروح للخطيب يوقف على وش جزمه يا عيني. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي صحيح؟ لعيب قوي، واد لعيب قوي والنبي. فده المطلوب من التعليق عموما، ان هو ما يطبلش، ان هو يقول انت فاهم اللي بيوصف اللي بيحصل من غير تطبيل، من غير ما يبرر اي حاجه. اللي عمل حاجه غلط نقول ان هو عمل حاجه غلط، اللي بيعمل حاجه حلوه يقول ان هو بيعمل حاجه حلوه، مش نقعد نطبل وخلاص. علي زوار كان لعيب كوره برضه وتم عرضه على الزمالك، لكنهم رفضوه بسبب قصر قامته، فراح الاهلي بعد اقتراح وترشيح من عبده البقال، وكان احسن موسم ليه هو اخر موسم مع الاهلي بعد ما كسب الدوري والكاس مع بعض. وبعدها اعتزل واشتغل مدير كورة من سنة 1958 لسنة 1966، وكان أول مدير كورة يتعامل بمبدأ الثواب والعقاب. وبصراحة تعليقه على كأس عالم 82 كان جميل. هتقول لي انت يا ابني مش مواليد 2005؟ اقول لك بس نايل سبورت عندها الحصريات يا حبيبي، انا بسمع كل حاجة، انا معايا من اولمبياد بكين. بص انا يعني انت فاهم ما تدخليش في الحاجات دي. وكان له جمل بصراحة تحس انه واحد منك من الجمهور، زي انا مش متكيف من الماتش ده، اسمع الكلام ولا يروح في مصيبه. احنا بتوع اللغات، ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد اللي لسه بتستخدم لحد الآن، ومعظم المعلقين المصريين بيستخدموها. يا ولد 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 يا عيني يا عيني يا عيني. بعدها كان التعليق يعتبر ممل نوعا ما، مجرد المعلق بيشرح اللي بيحصل في الماتش زي تعليق الدوري الانجليزي، لحد ما جه واحد من اكتر المعلقين اللي احنا بنحبهم في تاريخ الكورة، ميمي الشربيني، او اسمه الحقيقي محمد عبد اللطيف الشربيني. وكان لعيب كوره، ومش اي لعيب، لا ده وهو عنده 16 سنه كان بيلعب فريق اول مع نادي المصري القاهري. ومش بس كده، ده كمل دراسته لحد شهاده البكالوريوس تجاره. وعامه ساعتها كان في حاجه اسمها انتماء بجد، لان نادي الزمالك والاهلي عرضوا عليه، لكنه رفض الزمالك لانه كان اهلاوي صميم.
وعشان كده فعلا عبده البقال بيجيبه الاهلي. وعلى فكره كان لعيب جامد قوي قوي قوي، وكان شال الاهلي في 3 فترات زمنيه مختلفه. يعني تقدر تقول عليه هو مالدين العرب، لان هو كان جوكر، كان بيلعب سنتر باك وباك شمال وجناح شمال او هاف ليفت. يعني من كتر ما هو كان لعيب جامد كان موقف خطوره ايزيبيو لما الاهلي كسب بنفيكا، اللي ساعتها بنفيكا كانت بطل اوروبا مرتين على التوالي. وبعد اعتزاله اتجه للتدريب، ودرب فريق المصري القاهري اللي بدأ فيه مسيرته، والمنصورة وغزل المحلة ومنتخب الإمارات. وبعدها مسك قطاع الناشئين في الأهلي، وطلع لعيبة زي حسام غالي وعماد متعب. وانا على المستوى الشخصي يمكن كابتن ميمي الشربيني هو صاحب البصمه الاولى ليا في النادي الاهلي. يعني لما جيت اختبر في الاختبارات وبعد ما خلصنا الاختبار اختارني انا الوحيد اللي تم اختياري من المجموعه. كان كابتن ميمي هو وقتها كان رئيس قطاع الناشئين. رحت عند 14 سنه اختبارات، عملنا ماتش ودي كان في مدينه نصر، كان كابتن ميمي الشربيني ساعتها مدير قطاع الناشئين في النادي الاهلي. عملت ماتش كويس وجبت جول ساعتها، ف تم اختياري من كابتن ميمي الشربيني ابقى موجود في النادي الاهلي. وبعدها ساب التدريب خالص واتجه للتعليق. ونروح لاكتر حاجه بحبها في الكابتن ميمي الشربيني، انه دايما بيحب يرسم الضحك على اللي حواليه حتى لو ما يعرفهمش. ما احبش التراجيديا، احب الكوميديا. يعني احب الناس اللي انا قاعد معاها حتى لو ما اعرفهمش الاقيهم مبسوطين. يعني احب الناس كلها تبقى مبسوطه سعيده، في بسمه، في ضحك. بالحلاوه دي يعني لما الواحد بيكبر انت فاهم بيلاقي ان الناس حلوه فعلا، مش مجرد انت كنت بتتبسط بيه وانت صغير، بس لما بتكبر بتعرف قيمه الحاجه دي. وانا عامه بحب اللي حواليا يبقوا مبسوطين، سواء اللي بتفرج عليها في اليوتيوب او اللي انا بشوف الناس اللي بشوفهم في الحياه وبقابلهم. وكان في كل مميزات المعلق، صوته حلو. يا سلام يا حازم يا بابا، عملها حازم امام، معجون كوره يا ابني، اكسترا مهارات، اكسترا حوال. ادي بقى اللعيب بنص اقل من نص حمولته البدنيه، والله بيعمل كل حاجه في الكوره، ناقص يكلمها. وعنده ثقافه كرويه. دي بقى ارشيف جامد قوي جدا، المعلومات عن الكوره كلها مش في مصر بس، في العالم كله. دمه خفيف. بص اشد يعني طب عاوز ايه؟ راسي الله حاله والله، اديها له حساب ويخلص هديه. وكان في ميزه مش موجوده دلوقتي، محايد في تعليقه، رغم انه زي ما قلت لك هو اهلاوي، لكن في ماتشات الاهلي والزمالك لا يمكن تحس بده ابدا. ده هي الزملكاويه كانوا يحبوني جدا في التعليق. اصل انا شوفي لابد يكون فير، يعني لابد يكون في عدل، لابد يكون في وضوح، مش هتحكي على الناس دي صوره. وحتى لو في الاذاعه ما تقدريش تلغي طرف تاني، يعني الاهلي بيلعب الزمالك. وبتجيله الفرصه الذهبيه للتعليق على كاس عالم سنه 86 في المكسيك. كلموني يعني قالوا لي ايه رايك، قلت لهم الشنطه على السلم ده رايح المكسيك، ده مش هتروح هي امتى تاني. وتعليقه على ماتش الارجنتين وانجلترا الشهير طبعا، وكمان تعليقه تحس انه قاعد معاك على القهوه. حط يا راجل ابراهيم سعيد، يا سلام يا ابراهيم، حط يا راجل، حط يا راجل، مش ممكن. هوبا، والإفيه لسه عايش معانا لحد دلوقتي. مش ممكن يا جماعه. ولا جول عصام الحضري في كايزر تشيفز. ندي تعليمات جول جميل مش ممكن. عصام الحضري. وبخلاف كل ده لما طلع في فيلم ابو العربي وصل. معقول يا جماعه ده مش طقم حكام، ده طقم حله. فعشان كده هو له سحره وبريقه داخل مربع العمليات. الله يرحمك يا كابتن ميمي. لعيب انفرد بالجول وكان هيجيب جول، فبتقولي مثلا لعيبها مش في القايم، كاد ان يفعلها فلان، والله كان هيعملها، لازم يجيب مدخل الاسلوب العامي وراه على طول. نروح لاكتر معلق رايق في الدنيا دي كلها، الكابتن بكر. يعني بص هقول لك ايه، انت فيك اللي مكفيك، انا جاي اتكلم ودردش معاك، يعني كوبايتين شاي هنا ابو مليكه فاهم، ولع لي سيجاره ولع لك سيجاره والماتش شغال عادي كده، نقعد نتكلم في اي حاجه حتى لو ملهاش علاقه بالكوره. بياخد كده ادويه عشان يعمل مجانس، عشان بيربي عضلات وظبطوه. اصل ده بص ده دوري مصري، يعني انت فاهم انا هكلمك في ايه. طب بقول لك ايه، تعالى اكلمك عن مشاكل المرور. المرور يطلع بعربيته، بلاش عربيه المرور اللي بيوسعوا لها، يطلع بعربيته. لو طلع من سموحه بعد ساعتين 3 يبقى له. ومثلا بيديك افيه وانت مش واخد بالك. انت كل يوم بتقول هقول له شني. طبعا، يعني دي اقل حاجه هقول له شني يا ابني، خد الجنيه. واخد بالك، ويمكن في ناس طلب ولا حاجه معاش الا الجنيه وبيفك له، يعني دليل على انه خد
وعمري ما انسى لما سمعت تعليقه ساعه موسم 2014 2015 وكان الماتش ده ساعتها لايف يعني، لما خالد قمر كان هيشوط فاول. مفيش فايده. مصطفى قمر ده نجم الغناء، كنا بنجيبه في النادي الاولمبي اول ما هو صاعد في ليالي رمضان، انما اللي عندنا ده خالد قمر لغايه دلوقتي لسه ما غناش، يمكن يغني في الكوره دي اهو مش حافظ الاغنيه، على طول خالد قمر وضربه حره مباشره ومش حافظ اللحن كمان. وخلي بالك هو عنده نظره مستقبليه قويه جدا، يعني مثلا كان عارف الكابتن محمد الشناوي من زمان. بهدف من الراجل اللي قدامكم، في حد يعمل كده؟ طالع بيعمل ايه ده؟ بص طويل على الفاضي. وعلى فكره هو كان بيعلق في قناه الاهلي، بس من كتر ما هو رايق ما تعرفش هو بيشجع الاهلي ولا الزمالك. شفتم حسام غالي بقى مسمار، ده حجازي شعره زيه، قطع حجازي على طول، والزمالك بيقول لهم لا، وقالشه كده وهدف والشناوي بيبحلق له وعبد الله وهدف. هنا مخرج اللي من الخارج قعد لنا طبعا استقتل فيها وليد سليمان. لكن بخلاف ان هو معلق رايق، هو كان لعيب جامد، يعني كان مع الاولمبي في الفتره اللي كسبوا فيها الدوري، وكان مدافع قوي جدا، وانضم لمنتخب مصر اكتر من مره، وعمل في قطاع ناشئين في اسكندريه، وكان له اثر عميق في اخراج لنا ناشئين يعني جامدين زي احمد الكاس واحمد ساري وطارق العشري. الصوره راحت من عندي، جت تمثيليه. الصوره عندي تمثيليه يا جماعه، رجعت الصوره تاني اهو، لكن صوت التمثيليه معايا راح كمان صوت التمثيليه. مباراه يعني غريبه جدا، ودي حته اعاده كده برجاوي بيعملها لغايه لما يظبط اموره، يعني كل دي كده اعاده لغايه لما الصوره ترجع، وان شاء الله ترجع. نيجي لجنرال التعليق الكابتن مدحت شلبي ده بقى انا اقدر اتكلم عنه باستفاضه لان عاصرته، يعني في 10 سنين من حياتي مثلا على الاقل كنت بسمعه. يعني مثلا كابتن مدحت شلبي مفيش معلق طول حياتي اتفرجت عليه سواء في الدوري المصري او في تعليقه لمنتخب مصر ما شفتش يعني معلق زيه. المهم هتكلم عن بدايته. مدحت شلبي اصلا كان خريج كليه الشرطه، والراجل كان صريح. افشل طبعا ضابط ممكن تقابليه في حياتك. في ناس كتير برضه ما تعرفش ان الكابتن مدحت شلبي كان بيلعب في اتحاد الشرطه والشمس، وبعدها درب انديه زي الشمس، وصعد بالفريق من الدرجه الثالثه الى الممتاز، ووصل معاهم لنص نهائي كاس مصر، لكنه خسروا ضد الاسماعيلي بركلات الترجيح. لكن ساعتها رئيس مجلس اداره النادي كان في السجن، واول ما خرج اقاله من التدريب، وبعدها درب فرق زي اسمنت اسيوط واهله للدوري الممتاز، وبعدها درب نادي اسكو. وعلى فكره هو مثقف جدا في دراسته، يعني هي كانت دراسته في اوروبا، وخد دراسات دوليه متقدمه في جامعه لافبار، ودورات تدريبيه في اكاديميه نابولي. وقبل التعليق كان بيقدم برامج تلفزيونيه زي سباق القمه مثلا. ومثلا هو كان راح يقدم برنامج وكان بيعلق عادي، فجاه في ماتش افريقيا لكره اليد المعلق ما جاش، وهو اضطر انه يعلق على الماتش. ومره في ماتش المصري والاهلي بتاع المصري كان اسمه عوض، الجول الاولاني دخل قلت له منك دي يا عوض. الجول الثاني دخل قلت له لا مالكش حق يا عوض. الثالث دخل قلت له دي تتمسك يا عوض. الجول الرابع دخل قلت له عليه العوض يا عوض. مره ماتش بين مصر والمغرب في تصفيات كاس العالم 2002 بعد ما طارق السعيد ضيع كوره. طارق السعيد شماله طويله ومشى، هي دي حرام عليك يا طارق. ونروح لنقطة تحول مسيرة الكابتن مدحت شلبي، ماتش الأهلي والزمالك، وبيبو وبشير بيبو والجول. 1-1 بيبو وبشير والجول. خد بقى عندك فيلم، أغاني، ريميكسات، كلتون، كل ده. ومين ينسى سهرات ليالي مودرن سبورت والضحك اللي ما كانش بيخلص. يا مساء الأنوار على العرب الأحرار، انت وهو رجالة وأحرار. وكل كوم وتعليق على ماتشات المنتخب، يعني تخيل منتخب مصر بيلعب ضد منتخب في لعيب مصنف انه من احسن اللاعبين في التاريخ. عايز يعدي عدى ابن اللذينه كريستيانو. يعني الشنكله دي تعمل لها 3 مليون استرليني دي يا فتحي. اذا كان عندهم كريستيانو عندنا صلاحيانو. كريستيانو بص الغل جول كريستيانو، خلي بالك من العرضيه. بص الغل وماله، ما يجراش حاجه يا كريستيانو، ما يجراش حاجه. يعني لك الشرف ان انت اتعادلت معانا. والعرضيه العاليه هوبا والهدف. بص اوف سايد. عايز ايه يا عمنا؟ عايز ايه يا كريستيانو؟ اوف سايد يا حبيبي، لكن
ولا في تصفيات المؤهله لكاس العالم. شوف لي شقه جنبك يا سعيد. اعلى حاجه في الكابتن مدحت عارف انه امتى يضحكك وامتى تحس انه معاك على القهوه وامتى بيديك معلومات، اللي هو عمره ما ادانا معلومات مهمه يعني. والكابتن مدحت ماكينه افيهات لحد دلوقتي. يعني محمد رمضان ده ايه ده؟ ده محمد رمضان ده ولا مين ده؟ هو محمد رمضان الله. ايه يا نمبر 1؟ ايوه يا سيدي عارفين والله. اعتقد من حظنا الوحش ان مدحت شلبي معلقش على قنوات بين سبورت. مثلا اقرب حاجه في كاس عالم للانديه اللي كان في امريكا، كان في ماتش اتوقف بس مش فاكر كان ماتش مين بالظبط بسبب حالات الطقس وكده، فتقريبا مدحت شلبي قعد نص ساعه بيتكلم ما حسيتش بزهق، وعشان كده هو جنرال التعليق كابتن مدحت شلبي. شاف كل اللي قلته ده، الميزه الوحيده اللي في المعلق اللي انا هقوله ده مش موجوده في مدحت شلبي هي انه بيجيب معلومات كرويه كتيره ومثقف كرويا كتير جامد. كابتن علي محمد علي. شكرا للزميل محمد سعدون الكواري. وفي اطار نتكلم تشجيع الاهلي ومن شاركين ايضا الاهلي. شوفوا تابع عليه خبر. كل اللي اقدر اقوله ان هو ضحيه بين سبورت. الراجل تعليقه مش وحش يعني، هو في احسن منه اكيد، لكن بين سبورت فضلت سايباه عندها اكتر من 10 سنين. طبيعي الناس هتزهق، ما مش طبيعي كل ما اتفرج على المنتخب اسمع علي محمد علي. صح برضه. وعلى فكره ده طبيعي، في ناس ما بتحبوش وفي ناس بتحبه وفي ناس ما بتحبش كابتن مدحت شلبي وفي ناس بتحب الكابتن مدحت شلبي. انا مثلا بحب تعليق شخص مش هتتوقعوه بس يعني هقوله في اخر الحلقه. فكابتن علي محمد علي انا بحب ثقافته انه دايما بيحب يديك معلومات، لكن مشكلته انه بيقولها في اي وقت. يعني لسه داخل فيه الجول في مرمى، يسجل في مرمى، 5 هدف على فكره عكسي في البطوله. ادي لسه جول جامد متسجل حالا، مصنف انه هيبقى من احسن الاجوال في أول أهدافه الدولية. 67 لاعب سجلوا المصري، بداية من رأفت عطية ونهاية بعمر مرموش اللي سجله لأول مرة طبعا في بطولات. مثلا جبت جول يأهلك للدور القادم. لك مش بس مروان يبقى اللي يسجل رقم 67 بقى رقم 68 لاعب سجلوا المصري، ولكن هنا أحمد شوبير ده ما شاء الله كان لاعب كرة فاشل وممثل ممثل كان في ماتش اعتزاله كان ممثل فاشل وفاشل كعضو مجلس الشعب. كفايه ان انا كل يوم بخالف ضميري، فخلينا في دي حتى يعني عند ربنا سبحانه كل يوم كنت بتخالف ضميرك في المجلس؟ طبعا. طيب وأسوأ مقدم برامج. يعني الدنيا وكان سبب في اغلب مأساويات الكوره المصريه، وده حكيته في فيديو قبل كده مع صديقي شريف. بخلاف كل ده هو أسوأ حاجه ممكن تسمعها ودنك في حياتك. عنده المهاره يقدر يرفع يقدر يعدي يقدر يمرر يقدر يعمل الخطوره يقدر يجيب جون ومثلا كان بابا اركو هيشوط بنالتي، جماهير الزمالك بتقول له لا يا ماما لا يا بابا لا، وهو بيقول لهم لا والله لا انا جايبها جون. الشناوي بابا اركو بابا والشناوي الشناوي قال له لا يا بابا لا. تعليقه بيفكرني بصاحبي فاهم لما نيجي نلعب بلاي ستيشن، بس الفرق ان صاحبي صوته حلو. محمد الكواليني. تريزيجيه لحسام غالي السنده لوليد سليمان يلا يا حيوان يلا يا حاوي يلا. مشكلتي مع الكواليني يعني زي هو كان بيعلق في بين سبورت وعلق في اون سبورت، مشكلتي معاه انه غير محايد بالمره، وزي مشكلتي مع معلقين كتير حاليا اللي هو يعني انا وانت وابو مليكه عارفين ان هو اهلاوي، وبرضه في حاجه اتمنى انها توصل له. والله العظيم ما حدش بيحب عملوها تاني. الهدف الثاني عملوها تاني وسجلوا الهدف الثاني. والله ودني بتوجعني، والله العظيم ما بهزر. حاتم بطيشه نفس الكلام على الكابتن حاتم بطيشه. انا وانت عارفين ان هو زملكاوي، غير كده بصراحه مش بتسلى بتعليقه. يعني مثلا دبل كيك زلاتان في انجلترا ده كان تعليق الكابتن حاتم. براس والمرمى فاضي لا 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 يا حبيبي لا. المفروض ده بيصنف من ممكن يكون في ناس بتقول ان هو احسن جول في التاريخ. نروح لمحمود ابو الركب. انا جبت سيرته لانه عمل فتره مميزه في حياتي لما اون سبورت كانت بتذيع ماتشات تشيلسي، ولما كسبوا الدوري مع انطونيو كونتي اللي بالمناسبه انا كنت عامل عنه حلقه قديمه يعني، فاعذرني كان تعليقه مميز فعلا، انا كنت بحب اسمعه. لكن للاسف يعني تعليقه مش موجود على اليوتيوب، حاولت ادور وما عرفش يعني، بس انا هحاول اقلده. يعني مثلا زي راس الغول راس الحربه يا كوره، وبعدها قعد فتره مختفي وفجاه علق على ماتش الاهلي وبيراميدز. هيلغي الانذار، مفيش انذار، اللي يجيب اليمين وحمرا يا شيبي
نروح للكابتن ايمن الكاشف. ناس كتيره تختلف معايا بس انا ما بحبوش. هو برضه بيحاول يظهر ان هو محايد لكنه مش محايد. هو راجل مثقف وكل حاجه وعارف قوانين الكوره، لكن انا مش بحبه يعلق وصوته بيبقى مزعج وبيحرق عشان يطلع الافيه، يعني بيحزق اللي هو انا هموت واطلع الافيه. هتضحك حافيه. ايها الناس، ايها الناس، المكنه طلعت قماش. يمكن تختلف معايا يمكن تتفق، بس هي اذواق عادي، زي ما في ناس بتحب تتفرج عليا وفي ناس لا. المهم يكون في بيننا كل احترام. واخر حاجه وطبعا احسن معلق جه في تاريخ الكره المصريه الكروان، مجدي عبد الغني. يا جون انطوي، يا جون انطوي مش عايز يجيب الجون. عاشور حطها اي ورايح رمضان وراس رمضان طبعا عارف ان ابوظ الافيه لو قلت بهزر، بس قلت اقول عشان خاطر في ناس ما بتعرفش ده هزار وبيكتبوا في الكومنتات هيشتموني والكلام ده. انت ممكن تعمل لي فولو على انستجرام، ولو بتتفرج على الحلقه تنزلها ستوري عندك وتعمل لي منشن، فاهم؟ تقول لي بتفرج عليك كمان هديه يشان، فاهم؟ وتبعت لي على الفيس، تكتب لي كومنتات ارد عليك بكومنت. ولكن الاهم بقى انك تعمل لايك وسبسكرايب، ويا رب دايما تكونوا بخير والسلام عليكم. وكا واغنية شاكيرا سامنا منا وكا سامنا منا سانغاليوا. This time for Africa.